حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى، الطبقين اللي قدامكم دول فيهم ايه؟ معروفه، كشري مصري. تعالوا بقى اما اقول لكم انا عملت الكشري المصري ازاي بطريقه سهله وباذن الله تعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا بينا. اول حاجه جبت حله، حطيت فيها شويه ميه وشويه ملح عشان ايه؟ اسلق المكرونه. وبعدين جبت حله تانية حطيت فيها معلقه سمنه وشويه زيت واحمر الشعريه. تمام. تمام. هسلق بقى مكرونه ايه؟ اسباجيتي ومعوجه. إيه على حسب ما انت عاوزه نوع المكرونه تسلقوها ايه انت وذوقك. بس انا بحب اسلق اسباجيتي ومعوجه. تمام. تمام. تمام لحد كده. هكسر الاسباجيتي نصين. وبعدين خلاص المية غلت، هحطهم بقى في يتسلقوا والمكرونه تستوي وخلاص. ان الشعريه اتحمرت اهيت وخدت اللون اللي انا عاوزه اوصله اللي هو اللون الجولد وكده. وبعدين هنزل بالرز وشويه ملح والميه بس. سهل جدا يعني. انا مش بعلمكم تعملوا الرز ازاي، هو الرز كده كده معروف، بس انا بشارككم. تمام، انا بشارككم انا بعمل ايه. فخلاص حطيت الرز والملح والميه وهغطي عليه بقى. هنا خلاص المكرونه استوت، غسلتها واحط عليها شويه زيت واقلبهم واسيبهم كده. خلاص الرز استوى والمكرونه استوت. تمام. تمام. بصوا شكل المكرونه يفتح النفس، تاكليه لوحده. وهنا خلاص العدس بجبه حطيتها على النار اهوت بيستوي. وهنا الرز خلص. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعت الكشري المصري. جبت حله واحط عليها شويه زيت، شويه زيت حلوين. وبعدين هنزل بخمس ست فصوص توم كده. انا كنت مستنيه الزيت بس يسخن شويه. وبعدين جبت الهراسه اللي بهرس بيها التوم. هنزل كده بخمس ست فصوص توم كده زي ما قلتلكوا في الاول. وافضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون. وبعد كده هنزل بالصلصه. الصلصه عندي مجمده لاني مطلعاها من الفريزر، لاني كنت مفرزاها يعني في الفريزر وكده. فهي فيها مجمدة يعني شوية. هسيبها بقى ايه لحد ما تفك وتاخد غلوتين كده. هي اوريدي اصلا الصلصة عندي مسبكة لان انا كنت مفرزاها مسبكة. تمام. والله يا جماعة طلع تحفة تحفة تحفة، كلمة تحفة دي طلع قليل. اول مرة اعمل كشري مصري ويطلع بالحلاوة دي. حلو بشكل مش قادرة اوصف لكم على الطعم والله. كان تحفة. في ناس بتحب تعمله الحله الواحده وبيبقى طعمه حلو وكل حاجه، لان انا جربته قبل كده بصراحه. بس ليه طعم تاني. بس انا حبيت اكتر اللي كل حاجه لوحدها، يعني الرز لوحده، الكشري قصدي المكرونه لوحدها، العدس بجبه لوحده، كل حاجه لوحدها. ففي ناس بقى بتعمله بقى حله واحده بس بيطلع حلو برضه وشغال وكل حاجه وجميل. بس ليه طعم تاني، بس الاحلى كل حاجه لوحدها. انا ده من رايي يعني. كل واحد وذوقه وكل واحد بالطريقة اللي بتريحه. وانا مش بوريكوا علشان
تقلدوني ولا تعملوا زي بالظبط، كل واحد بطريقته، كل واحد بنفسه، كل واحد بالطريقه اللي بتريحه. فانا بوريكم انا بعمل ايه مش اكتر. تمام. ولو انتوا شايفين ان انا بعمل حاجه غلط وشايفين من وجهه نظركم اللي هي صح، قولولي في الكومنتات برضو. يعني قولولي ايه الصح وايه الغلط. اهم حاجه تقولولي رايكم في الكومنتات، لان رايكم بيهمني جدا. واهم حاجه تدوسوا لايك، دوسوا لايك، حطوا لايك يا جماعه وقولولي رايكم. خلاص حاطين الثوم، والثوم بقى هيبدا ياخد لون. زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص هنزل بالطماطم واحط عليها شويه ميه صغيرين خالص، وهسيبها بقى ايه لحد ما تفك خالص وتستوي ايه، يعني تاخد غلوتين كده. زي ما قلت لكم التسبيكه عندي مش سبكه، بس انا هسيبها تاخد غلوتين مش اكتر، وهقفل عليها. انا اهو خلاص عملت جنب الكشري المصري بانيه. بصوا انا بتبل البانيه بحاجه بسيطه خالص، عشان كده ما صورتهاش. بتبلها بملح وفلفل وليمون وبصل بس. هنا اهو بوريكم ان كل حاجه خلصت معايا، المكرونه والرز والعدس والصلصه. تعالوا بينا بقى نعمل الدقه اللي هي بالثوم والخل. هنا بوريكم ان انا بحط بهارات ايه على الصلصه. بحط ملح وكمون، ملح وكمون بس، زي ما انتوا شايفين كده. لها بملح وفلفل وليمون وبصل بس. هنا اهو بوريكم ان كل حاجه خلصت معايا، المكرونه والرز والعدس والصلصه. تعالوا بينا بقى نعمل الدقه اللي هي بالثوم والخل. هنا بوريكم ان انا بحط بهارات ايه على الصلصه. بحط ملح وكمون، ملح وكمون بس، زي ما انتوا شايفين كده. يا مي يا مي. وهحط شويه شطه، لاني ما عملتش الدقه اللي هي بالشطه اللي هي الزيت دي، ما عملتهاش. فحطيت هنا شويه شطه وخلاص يعني. بصوا برغم ان انا كنت صايمه وانا بعمله، بس بصراحه كل حاجه طلعت مظبوطه، كل حاجه طلعت مش ناقصه ملح الحمد لله، وطلع طعمه تحفه، وكل حاجه مظبوطه. مش قادره اوصف لكم كانت مظبوطه ازاي. وبصراحه انتوا ممكن تقولوا انت مقفوره ده كشري مصري يعني وكده، بس بالنسبه لي لان كل مره كنت بعمله مش حلو قوي بصراحه، فاول مره اعمله وانا مبسوطه. ليه؟ طلع كل حاجه تحفه، طلع كل حاجه مستويه. التسبيكه اللي هي الصلصه طلعت كويسه جدا وطعمها حلو. فانا مبسوطه ان هو طلع حلو، فانا شاركتكم وعايزه اعرفكم ان هو طلع حلو معايا. فاهمين؟ يا رب تكونوا فاهميني. بصوا بقى، الدقه اللي هي بالثوم والخل ديت بحط 5-6 فصوص توم كده مهروسين، وبنزل عليهم بكمون وكزبره وليمون وملح وميه وخل. تمام. هقولها تاني: توم، كمون، كزبره، ملح، خل، ليمون، ميه. علشان هي ما اتصورتش كلها، اللي اكتشفته يعني ان الموبايل ما كانش بيصور. تمام. ما تصورش الميه والخل، اما كل حاجه اتصورت ما عدا الميه والخل. فانا هقولها لكم بشكل واضح دلوقتي:
بصوا بجيب بولة بحط فيها 5 6 فصوص توم مهروسين، وبنزل عليهم بشوية كزبرة وكمون وملح، وبنزل عليهم ب4 5 معالق خل، وبنزل عليهم بنص كوباية مية والليمونة، بس مش اكتر. وبكده اكون خلصتها معايا، يا رب تعجبكم. وهنا خلاص البانيه. نعم. مفتاح. ماشي. خلاص خلصنا من الدقة، تعالوا بقى نغرف يلا مع بعض عشان ما عادش حاجة على المغرب. هبدأ احط طبقة رز، وبعدين طبقة مكرونة، وبعدين طبقة عدس، وبعدين شوية بصل من على الوش. تمام. تمام. قولوا تمام يا جماعة، قولوا. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الرز وحطيت المكرونة. شفتوا المكرونة طالعة فيها لمعة ازاي، والرز مفلفل، الحباية نازلة حباية وحباية. خلاص، وبعد كده حطيت العدس. اما الصلصة مش هحطها على الوش، هحطها في بولة لوحدها عشان لو الطبق ما خلصش يعني. بس الحمد لله، الف هنا يا رب على قلبنا. الاكل الحمد لله الحمد لله. الطبقين اللي انا حطيتهم فاض منهم حاجه بسيطه خالص من حلاوته، والله العظيم انا اول مره اكل كشري مصري. واكل كده. خلاص خرجت الطبقين وطلعت البانيه. ومرضتش احمر كل البانيه اللي انتوا شفتوه دوت لانه كان كتير واحنا نفرين بس. والصلصه والدقه اللي احنا عملناها مع بعض. اتمنى الفيديو يعجبكم يا رب. لو عجبكم ما تنسوش اللايك، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات.